بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا أو فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم، لا الصلاة المعروفة. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آخر أبوابه في الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فصلى عليهم دعاء، يعني دعا لهم الشهداء هناك، دعا لهم، وليس المراد الصلاة المعروفة كما قال المؤلف رحمه الله، لأن صلاة الجنازة المعروفة إنما تكون قبل الدفن لا بعده، إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعد الدفن. لكن هذه الصلاة الدعاء كما قال في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب الناس كالمودع، وأخبر أنه يرى حوضه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك رائحة، وآنيته كنجوم السماء في الكثرة والنور. هذا الحوض يرده الناس وهم عطاش من طول المقام يوم القيامة، ويشرب منه المؤمنون، جعلنا الله وإياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه. ويزاد عنه الكافرون، يعني يبعدون عنه فلا يشربون منه. فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة، ومن لم يكن كذلك حرم إياه والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ينظر إلى حوضه الآن، كشف له يعني عنه في الدنيا كما كشف عنه حين رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف. وهذه أمور غيبية لا نعرف كيف كذلك، ولكن الله ورسوله أعلم. المهم علينا أن نؤمن ونصدق. فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة يشربون منه إلا من طغى واستكبر والعياذ بالله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على أمته الشرك من بعده، لأن البلاد ولله الحمد فتحت وصار أهلها إلى التوحيد، ولم يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع الشرك بعد ذلك أبدا. لكن لا يفهم من هذا أي من كونه لا يخاف الشرك على أمته ألا يقع، فإن الشرك وقع الآن، فهو موجود الآن. يعني من المسلمين من يقول إنه مسلم وهو يطوف بالقبور ويسأل المقبورين ويذبح لهم وينذر لهم، فهو موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إنكم لن تشركوا حتى نقول إن من وقع ليس بشرك، يعني إنما وقع ليس بشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الشرك، وهو لا ينطق عن الهوى، لكنه يعني قال إني لا أخاف، وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده صلى الله عليه وسلم
وبيان التوحيد وتمسك الناس به، لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم القيامة. ربما يقع الشرك في الأمة وقد وقع. ويدل لهذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من الناس الأوثان، أي جماعات كبيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك، لكن خشي شيئا آخر الناس أسرع إليه، وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما أهلكت من قبلهم. وهذا هو الذي وقع الآن، فقد فتحت الدنيا وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال مما سبق. ولو أن أحدا حدث به لم يصدق، لكن وقع، فصار الناس الآن يتنافسون على الدنيا ويتقاتلون عليها، فأهلكت كثيرا من الناس كما أهلكت من كان قبلهم. والذين لم يقاتلوا عليها صارت قلوبهم للدنيا والعياذ بالله. الدنيا همهم في المنام واليقظة والقعود والقيام والليل والنهار، حتى أصبح المثل المشهور واقعا على كثير من الناس، وهو: الحلال ما حل باليد من حرام أو حلال. وحتى صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أو من حرام، والعياذ بالله. أصبح الناس الآن يتقاتلون على الدنيا، والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي خلقت له، فيكون هو كأنه الذي خلق لها، والعياذ بالله. يخدمها خدمة عظيمة يرهق فيها بدنه وعقله وفكره وراحته والأنس بأهله، ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة. يخرج من بيته ولا يرجع إليه، ينام على فراشه ولا يستيقظ، وهذا مشاهد. والعجب أن هذه الآيات نشاهد من عقد على امرأة ولم يدخل عليها، مات مع شدة شوقه إليها وبعد أمله، ولكن حال دونه المنون. نجد أناسا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون هم في سياراتهم. إذن فما فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟ لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بالمؤمنين الرؤوف بهم الشفيق عليهم: إنما يخشى علينا أن تفتح الدنيا فنتنافس فيها، وهذا هو الواقع. فاحذر يا أخي، لا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. أنت إن وسع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك، وإن ضيق عليك وشكرت فهو خير لك. أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذا خسار وخسران في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا الله وإياكم من أهل الآخرة ولم يجعلنا من أهل الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.